إذا لعب الهلال فخبروني فإن الفن منبعه الهلال. مبارك فوز الزعيم الهلالي وهاردك الإسلامي. كالعادة وبعد كل لقاء رأيي المتواضع، وقد أكون مخطئ وقد أصيب، بالنهاية هو اجتهاد شخصي. سأبدأ بالإيجابيات ومن ثم السلبيات. المباراة الخامسة على التوالي والهلال يحافظ على نظافة شباكه، دقة قوية جدا تمنحك خيارات مميزة عكس الموسم الماضي. تنوع طريقة اللعب، طار من الميمنة وطار من الميسرة، وكرات عرضية وهجمات متنوعة. مراعبة الذي لا نمل من حديثنا عنه، لاعب يعرف جيدا طريق المرمى، تمركز ممتاز وارتقاء مميز وتحركات رائعة وهدفين ولا أجمل. 8 مباريات و8 أهداف. وأخيرا وجدنا رقم 9 الذي ضاع عنا كثيرا. مميز جدا رؤية لاعبين من أبناء النادي يشاركون، والأجمل هي الثقة التي يلعبوا فيها. الحديث هنا عن عز أبو سنينة الذي يلعب دقائق وكأنه يلعب دائما، وهذا يحسب له ولكابتن عمار بكل تأكيد. الهلال ولأول مرة يتصدر الجدول. الهلال ثاني أقوى خط هجوم بعد الظاهرية. شوط المدربين يثبت علو الكابتن عمار على باقي المدربين. تحدثت سابقا عن أهداف الهلال غالبا تأتي بالشوط الثاني لعدة أسباب، منها قراءة فنية، ومنها عامل بدني، ومنها تنوع الخيارات المتاحة للمدرب. مهم جدا الفوز بفارق مريح وتسجيل مزيدا من الأهداف حتى لا ندخل بمتاهات نحن بغنى عنها. أعتقد أن هلال القدس الموسم الحالي يقدم أجمل كرة منذ انتظام المسابقات، بمعنى أدق أجمل فريق متجانس منذ سنوات. الهلال ولأول مرة منذ بداية الموسم لم يتحصل لاعبوه على أي بطاقة ملونة. طربين وهدف جميل ومهم، ونريد أن نرى أكثر من لاعب يعتبر من أفضل لاعبي غزة حبيبة. عبيد، أبو علي ومرابة تفاهم أكثر من رائع، تشعر وكأن عبيد يلعب بجانب مرابة منذ سنوات. أختم حديثي بالإيجابيات بأجمل شيء حصل في مباراة الأمس، وهو تسجيل هاني عبد الله أول هدف له هذا الموسم. والفرحة الأكبر هي العائلة الهلالية التي تجلت بوضوح بعد الهدف، والكل شاهد فرحة الجماهير والدكة بهذا الهدف، والذي أعتقد سيكون عامل مهم من أجل تسجيل مزيدا من الأهداف. السلبيات، تحدثت سابقا عن الفرص الضائعة خاصة أمام الفرق التي تلعب بتكتل دفاعي، والهلال بالشوط الأول تفنن في ذلك. جمهور هلال القدس الحبيب، ماذا تريد كي تساند الهلال؟ أتمنى أن يكون عدد الجماهير أكثر وأكثر، فالهلال يستحق منا الكثير، خاصة في ظل الأداء الراقي الذي يقدمه أسود العاصمة هذا الموسم. دمتم، واعتذر عن الإطالة.